تحدث المناجير العام لنادي بارادو لامين لابدي عن الضجة الأخيرة التي أثيرت حول اللاعب السابق للفريق عمر رفيق بخصوص رفضه تمثيل المنتخب الوطني وتجنيسه مع منتخب قطر بعد عملية مشبوهة. اللي راهم يصراو عند بعض الإعلاميين اللي حبوا يشوهوا مدرسة نادي بارادو وحبوا يشوهوا بعض اللاعبين. حنا من هذا المنبر شوف حنا نقولوا التنقل تاع عمر رفيق في نادي الشمال القطري تنقل يعني عادي ما فيه ولا يعني شوف كما نقولوا درة هكذا تاع غير قانونية. اللي عنده كاش حاجة يتفضل، اللي عنده أي حاجة يتفضل. الحقنا وين كلام يعني كلام ما ينقالش، وين نخونوا الناس، وين نهضروا نقولوا الناس هي تعمل بزنس باش يجنسوا اللاعبين باش كذا. انتم راكو هنا وراكو على بالكم باللي نادي فريق بارادو ماهيش المره الاولى اللي يحول لاعب لفريق اجنبي سواء في الخليج ولا في اوروبا ولا حتى في المغرب العربي. حولنا لتونس، حولنا للخليج وحولنا لاوروبا. المشكل وراه. وعلاش اليوم نتحدثوا على اللاعب هذا؟ على ما تحدثناش على اللاعبين اللي تكونوا من قبل وراحوا لاوروبا. اليوم نفتخر انه انا شفنا القائمه تاع الناخب الوطني، حنا نفتخروا بوجود 4 لاعبين من خارج اكاديميه بارادو: يوسف عطال، هشام بوداوي، ادم الزرقان، رامي بن سبعيني. حنا نفتخروا بهذا الشيء، حنا رانا نفتخروا بهذا الشيء. الناس هذه اللي راهي تهضر وتتكلم وتقول فيه وفيه 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 وفيه، يا خويا اللي عنده اي حاجه يتفضل. حنا واثقين من نفوسنا. حنا التحويل هذا اللاعب مضى كلاعب محترف، كان عنده 18 سنه. العقد راكو كاع هنا نعرضوكم، نروحوا للاداره نوريو لكم العقد عقد محترف.